السلام عليكم، اسعد الله مساكم في كل خير وعافيه. القوة عز، واحذر الحليم اذا غضب. المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الدفاع اليوم تعلن بعد اعلان وزارة الخارجية قبل يومين الخروج السريع للمجلس الانتقالي من المحافظات الشرقية. الخروج السريع. الامن القومي للمملكة العربية السعودية هو خط احمر، وامن المملكة العربية السعودية، الامن القومي للمملكة العربية السعودية هو وحدة وثبات تحت راية واحدة ووحدة واحدة لليمن، وهذا شيء معروف ومحسوب. الآن ما هو موقف الانتقالي وعيدروس وأنصاره الذين قالوا اعلنها الدولة، والذين ركبوا الموجة السياسية والطيشان السياسي والانتكاسة السياسية؟ ما هو موقفهم الآن بعد خروجهم من المحافظات الشرقية؟ إن خرجوا منها لن يعودوا، وهذا معناها سقوط ادعاءاتهم وأصواتهم بإعلان دولة جنوبية. انتهت، لأنه لو خرجوا لن يعودوا، وسيخرجون مذلولون سواء في الرضاء أو بالقوة. انتهى الموضوع، محسوم، لأنه أمر قومي للمملكة العربية السعودية، أمر قومي تمزيق اليمن وتشطير اليمن. في الأمس القريب أعلن نتنياهو الاعتراف في أرض الصومال. ماذا يعني لك هذا؟ اربط الأحداث. عيدروس كان له تصريح قبل كذا، قال إذا أصبح لنا دولة وسفارة فيحق لنا أن نعترف في الكيان والتطبيع مع الكيان. يحق لنا. من يسعى لتنفيذ خطة الكيان الصهيوني في تمزيق الشرق الأوسط والإضرار في الأمن القومي للدول العربية ممثلة في السعودية ومصر، من يسعى لتمزيق الشيء هذا هو الكيان الصهيوني، ممثلا بمن؟ ممثلا في الإمارات. والإمارات لها أذرعها في السودان عن طريق الجنجويد الدعم السريع، في ليبيا عن طريق حفتر، في دعموا سد النهضة بمليارات من أجل أن يضروا الأمن القومي المصري، ثم الآن عن طريق الانتقالي ممثلة بعيدروس الزبيدي وأمثاله لتقسيم اليمن وتشطيرها، وأن يكون لهم الرجل في المستقبل البعيد. وهذا لن يحصل، لأن الدول العربية ممثلة في المملكة العربية السعودية تفهم ما هي اللعبة وتفهم ما هي الخطة وتتعامل بحلم. المجلس الانتقالي ينفذ أوامر الإمارات، ضابط إماراتي، وينفذ مخططاته. لو كانت الإمارات تريد لكم خير يا أبناء الجنوب الأحرار الشرفاء لجعلت من عدن مزهرية، لجعلت من عدن يشار إليها بالبنان، ولكن لا تريد لكم خير خلال 8 سنوات. وميناء عدن يفترض وهو تحت إمرة الإمارات. ميناء عدن يعتبر ثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك. لو أرادت لكم الخير أنه شغال وفعلته، لو أرادت لكم الخير أنها نفعت عدن وجعلت منها مدينة تحتذى بها بقية المدن، لكن لا تريد لكم الخير. الإمارات لها أهداف اقتصادية، مصالح اقتصادية وأهداف سياسية للإضرار وتقسيم الشرق الأوسط والإضرار في الأمن القومي للأمة الإسلامية لتنفيذ مخطط الكيان. هذه نقطة واحسم عليها، اربطوا الأحداث. هؤلاء ركبوا الموجة، هؤلاء عبيد، والعبيد لن يكون سيد يوم من الأيام. قلناها مرارا وتكرار. ما هو موقف الانتقالي الآن؟ ما هو موقف مناصريه بعد أن ركبوا الموجة وأخذوا لهم الترند كم يوم وفرحوا وما أدراك؟ اليمن سيبقى واحد موحد، وأمن المملكة من أمن اليمن، ونحن يد واحدة روحان في جسد بإذن الله. لن يحصل تنفيذ مخطط الكيان تحت أيدي الإمارات وأيديها وأذرعها في الشرق الأوسط لتقسيم والإضرار في الأمن القومي العربي. لن يحصل. سنكون قلبا وقالب. قلنا لكم يا أبناء اليمن، القضية الجنوبية قضية حق عادلة لا يختلف عليها اثنان من أبناء اليمن، ولكن تحل بالحوار وبمخرجات الحوار الوطني. ليس يعلمون الأحزاب السياسية في الجنوب أن قضيتهم عادلة من 2007. هؤلاء ركبوا الموجة، هؤلاء أتوا في 2017 المجلس الانتقالي تحت أيدي الإمارات من أجل تنفيذ وخدمات لمصالح أسيادهم وكفلائهم. لكن أبناء الجنوب الأحرار والشرفاء الذين يناضلون القضية الجنوبية تحت راية ووحدة اليمن الذين يبحثون عنها من 2007 يعلمون مجلس الانتقالي هذا لا يخدم القضية الجنوبية ولا يخدمهم، ولذلك غير معترفين فيه ومتناحرين بينهم يا البين وغير معترفين فيه. سيخرج المجلس الانتقالي من المنطقة الشرقية، بل سيخرج وسيهزم بل هزم الآن. خروج انهزام وانبطاح، لأنه لن يرجع لها ثاني. وضاعت أصواتكم. القوة عز. حفظ الله المملكة العربية السعودية بقادتها وحكامها، وحفظ الله اليمن واحد الموحد.